400 تريليون لواحد. انت متخيل الرقم؟ 400 تريليون شخص هيفشلوا، واحد بس منهم اللي هينجح. لو دخلت تنام دلوقتي بس عندك حل، فياريت ما تنامش غير لما تسأل نفسك التلات أسئلة اللي أنا أسألهم لك دول. عملت ايه غلط النهاردة؟ أعمل ايه عشان أصلح الغلط ده؟ وايه الحاجة اللي أعملها بداله عشان أوصل لحلمي؟ معظم اللي بيتفرجوا عليا دول أكيد ما بين ال18 لفوق ال20، أو ممكن 20 21 زيي. انت فتحت الفيديو ده فانت في الفترة اللي انت حاسس فيها ان انت تقدر تعمل فيها حاجات كتير، حاجات كتير جدا 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 في دماغك، بس ولا خطوة بتعملها. شايف ان المذاكرة شغلاك ايا كان، وانا شايفة ده كمان. انا عندي امتحان بكرة، بس لما افتكرت السؤال ده انا عملت ايه غلط النهاردة، وهي ان انا ما ظهرتش لحلمي النهاردة، واللي هو ان انا اعمل فيديو دقيقتين زي ده. فممكن حاجة صغيرة زي دي ما تاخدش فعلا منك دقيقتين، بس انت ما بتعملهاش. انت ما قررتش ان انت تعملها النهاردة، انت قررت تجيف اب على حلمك النهاردة، وقلت بكرة هبقى اشوفه، بيجي بكرة بعده هشوفه، تالت يوم هشوفه، بعدين تفضل تسوف. طالما انت بتفكر في الحاجة دي كتير قبل ما تنام، طالما بتفضل تعمل فيك سيناريوز، طالما بتفضل تتخيل نفسك، ليه ما بتقومش تعمل فعلا الحاجة دي؟ هتلاقي نفسك كمان كام سنة بتعملها، ولازم تبقى فخور ساعتها لما انت تيجي تعملها. بس انا بقولك من دلوقتي ان انت هتعمل الحاجة اللي انت بتفكر فيها دي بعدين، فاعملها دلوقتي احسن من بعدين. اعملها دلوقتي احسن من بعدين، صدقني. انا فكرة ان انا اطلع اتكلم دي بقالها من وانا 13 سنة في دماغي، من وانا 13 سنة. محدش يقولي كنت صغيرة، لا انا ما كنتش صغيرة، انا كنت واعية، كنت عاقلة، كنت بعرف اتكلم. كان ممكن اتكلم، كان ممكن اطلع، ما عملتش كده. دلوقتي انا 21، 8 سنين عدت، وجاية ابدأ في اللي انا سبته زمان. بس مش عايزة اخوفك، عشان انت هتلاقي احلام تانية كتير تركز فيها، هتلاقي حاجات تانية كتير في الفترة دي تنجح فيها. بس ليه الحلم الاساسي انت ما عملتروش من الاول؟ في الاخر هتلاقي نفسك لما انت تكبر هت... هتحاول بقى الفلوس اللي انت هتجيبها او ايا كان، هتحاول ان انت عايز ترجع للحلم الأساسي اللي انت كنت عايز تعمله من زمان، أو إنك تبقى يوتيوبر، أو إنك تبقى لاعب كورة، أو إنك تبقي سباحة، أو الحاجات دي كلها ترجعي تفتكري إنك عايزة تعمليها. مش هقول في وقت متأخر، ما فيش حاجة متأخرة دايما، بس بعد إذنكم أي حد بيتفرج عليا دلوقتي، ابدأ، ابدأ دلوقتي. في سؤال كان اتسأل قبل كده، واحد سأل واحد يعني، قال له: وانت لو في غابة وتايه هتعمل ايه اليوم كله في غابة؟ فقال له: معرفش. فاللي بيسأل قال له: امشي، keep going. قال له: walk، امشي لحد ما هتلاقي نفسك، هتلاقي مخرج من الغابة دي. هتدخل في مكان مش هتلاقي مخرج، هتعرف ان في مكان تاني، على الأقل انك بعد كده لما تيجي الغابة دي تاني هتعرف تطلع بسرعة. بس لو فضلت واقف مكانك هتموت. دي رسالتي ليكم النهاردة. لو في حلم في دماغك بتفكر فيه كل يوم قبل ما تنام، تفضل تتخيله، تفضل تتخيل نفسك لما توصله، بعد إذنك ما تخليش كلمة failure option بالنسبة لك. ما تخليش عقلك يستوعب يعني ايه failure أصلا. اوعى، اوعى تخلي عقلك يستوعب يعني ايه فشل. الكلمة دي انت متعرفهاش، الكلمة دي مش في القاموس عندك. حتى لو أهلك، حتى لو العادات والتقاليد بنيتها عندك في أفكارك، فانت تقدر تفلتر ذاكرتك بإنك تعمل أكشن. وانت مش هتعرف بمجرد التفكير، انت هتعرف بمجرد انك تعمل خطوة. ودي حاجة انا استوعبتها متأخر جدا جدا جدا، اللي هو انا مكنتش هعرف انا هبقى ايه لما افكر في الحاجة دي. انا هعرف انا هبقى ايه لما اعمل الحاجة دي او ابدأ بطريقتي. بعد اذنك قبل ما تنام دلوقتي اسأل نفسك: عملت ايه غلط النهاردة؟ هتصلح الغلط ده ازاي؟ هتعمل ايه بداله؟ ممكن الغلط ده انك سهرت، ممكن الغلط ده انك فضلت تسكرول، ممكن الغلط ده انك فضلت واقف في الغابة ومقدرتش تمشي. اتمنى تلاقي اكتر طريق كرييتيف يطلعك من الغابة دي في اسرع وقت، وكل ما تيجي في الغابة دي تبقى اول واحد تطلع، عشان نسبة نجاح الفرد بالنسبة للكون 400 تريليون لواحد. انت متخيل الرقم؟ 400 تريليون شخص هيفشلوا، واحد بس منهم اللي هينجح.
ده بالنسبة لدلوقتي لحياة السوشيال ومش عارفة ايه. فليه ما تبدأش، ليه ما تبقاش انت الواحد؟ والفيديو ده انا حاطة امل فيه ان هو يفايرل بأي طريقة، بس لو ما جاتش فايرل فهعمله تاني وان شاء الله يجد فايرل. هطلع بشكل احلى، هطلع الصبح، هطلع بالليل، هطلع في الشارع، هعمله 100 مرة لحد ما يجد فايرل. هاتكلم بطريقة مختلفة، بس ديا confirmation لحلمي ان انا بدأته دلوقتي. ومش هسيب الصفحة دي غير لما يبقى عندي مليون سبسكرايبر، ومش هسيبها ابدا. ومش هسكت غير لما اوصل لمليون سبسكرايبر لاكتر. مين يعرف يعني. عشان طول ما الفكرة جت في دماغك يبقى هي موجودة ومستنياك تاخد خطوة. اسمع الجملة دي تاني، طول ما الفكرة موجودة يبقى هي حقيقية مستنياك تعمل أكشن بس. فخليك delusional، بجد خليك delusional. مفيش حاجة اسمها مستحيل. تصبح على خير.